الاخطبوط بيتاكل وهو لسه بيتحرك. زي ما سمعتم كده، الكوريين بيحبوا الاكل يكون طازه لدرجه انهم ما بيصبروش على الاخطبوط بيتاكل وهو لسه بيهرب من الطبق. هاي يا حلوين او انيوهاسيو يا حلوين، النهارده هنتكلم عن حاجات غريبه ومثيره بتحصل في كوريا الجنوبيه. الحاجات دي هتكون صدمه لبعضكم، ودي هتكون فرصه نتعرف فيها اكتر على الثقافه الكوريه. فجهزوا فنجان القهوه بتاعكم ويلا بينا نستمتع. اولا الاكلات الغريبه، اول حاجه هنتكلم عنها هي الاكلات الغريبه في كوريا الجنوبيه. تخيلوا ان في طبق اسمه سالمكجي. الطبق ده عباره عن اخطبوط بيتاكل وهو لسه بيتحرك. زي ما سمعتم كده، الكوريين بيحبوا الاكل يكون طازه لدرجه انهم ما بيصبروش على الاخطبوط بيتاكل وهو لسه بيهرب من الطبق. تاني حاجه تقاليد الحب والجواز. دلوقتي بقى هنتكلم عن تقاليد الحب والجواز عند الكوريين عندهم حاجه اسمها الايام البيضاء. الايام البيضاء دي زي ايه مثلا؟ زي ان حد لو حد جاب لكم في عيد الحب شوكولاته، بعد شهر لازم تردوا الجميل ده في انكم تجيبوا له هديه تكون بيضه، زي انكم تجيبوا له شوكولاته بيضه، زي انكم تلبسوا ملابس بيضه له مثلا. فدي طريقه حلوه للتعبير عن الحب في كوريا. تالت حاجة الحياة اليومية والتكنولوجيا. نروح بقى للحياة اليومية في كوريا. الكوريين مشهورين جدا بسرعة الحياة اللي بيعيشوها، وده ليه علاقة بحاجة اسمها بالي. الكدراميين اكيد عارفين يعني ايه بالي، اكيد انتوا سمعتوا الجملة دي في كل المسلسلات اللي انتوا بتتابعوها. فكل حاجة لازم تتعمل بسرعة، مفيش وقت للانتظار. رابع حاجة الكيبوب وتأثيره. واخيرا هنتكلم عن الكيبوب وتأثيره. الكيبوب بقى ظاهرة عالمية مش بس في كوريا، في ناس كتير في العالم بتحب تتابع الفرق الكورية. تخيلوا ان في سياحة كاملة في كوريا مبنية على فكرة الكيبوب. الناس بتيجي مخصوص تزور الاماكن اللي بيصوروا فيها فيديوهات. دي كانت شوية حاجات غريبة ومثيرة عن كوريا الجنوبية. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهات اكتر عن كوريا وحاجات مثيرة اكتر. ولو عندكم اي استفسارات او مواضيع عايزين نتكلم عنها متنسوش تكتبها لي في الكومنتات. واشوفكم في الفيديو الجاي. انيو يا حلوين.